مشهد لا يمكن السكوت عنه. كرة قدم، لكن الافتعال والاشتعال والانفعال الجزائري الوقح مستمر. والسؤال دائما يتكرر دائما: لماذا يا جزائر تفعلون ما ترتكبون؟ هو انتوا مسنودين ومعاكوا واسطة تخليكوا تخانقوا في الكبير والصغير والتخين والرفيع دون ما حتى حد يقول لكم انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا مالكوش كبير يعني، فبتخانقوا في الناس وبتتعدوا على الناس وبتضربوا الناس وبتقتحموا الملاعب وتمشوا وراهم بالشماريخ وتولعوا في الناس. بغض النظر عن مباراة الجزائر وأوغندا، هي كده كده مباراة من طرف واحد واحنا عارفين. خلاص الجزائر كده كده صعد، ومعنى ان الجزائر كده كده صعد انه مش محتاج من المباراة دي اي حاجة. مش محتاج من المباراة دي انه يضرب اللعيبة، ولا انه يقتحم اللعيبة، ولا ان الجماهير ترمي شماريخ على الارض، ولا اي حاجة من الحاجات اللي شفناها دي. قلة ادب وتجاوزات وسفالة من جمهور انا ما اعرفش ليه بيعمل كده. الجمهور الجزائري النهارده بعد تعديه على لاعبي اوغندا في ارض الملعب، انتوا بتعرضوا نفسكم لخطر كبير قوي اسمه الخضوع لأعمال العنف والشغب، وقد تستبعدوا من كأس العالم إذا تحرت الفيفا هذه المشاهد. وترجعوا تقولوا احنا اتظلمنا واحنا بنتحارب واحنا بيجرالنا واحنا بيحصل لنا. خلي بالكوا انتوا بتشاهدوا نفسكوا على نفسكوا. انتوا اللي بنفسكوا بتخلوا الناس تشهد ضدكوا. احترامك للضيف يا جزائري مش انك تضربه في ارض الملعب بتاعك، واظن انت عملتها قبل كده في المصريين. احترامك للضيف يا جزائري مش انك تضرب ضيفك في ارضك. احترامك انك تعامله احسن وانظف المعاملة كما بيفعل المغرب ومصر وكل البلاد العربية النظيفة مع ضيوفها. انكم تقتحموا الملاعب بالشماريخ وتجروا ورا لاعبي اوغندا وتضربوا جمهور اوغندا، ده مش هيتقال عنكم انكم رجالة وجامدين ومفيش منكم اتنين. ده هيتقال عنكم انكم شوية موكوسين، شوية عرر سفهاء بيقتحموا ويفتعلوا المشكلات ويفتعلوا الحروب وبيضربوا وبيقل أدبهم على الناس. ليه؟ مشاهد لا يمكن قبولها إلا من المتجاوزين السفهاء المستهترين أمثالكم. ليه بتتعدوا على الناس؟ ليه قمتم بضرب اللاعبين؟ ليه قمتم بحتف الشماريخ؟ ليه دايما الجمهور الجزائري يفتعل كل يوم مشكلات جديدة؟ وده حاجة يعني أنا ما بقتش فاهمها. ليه دايما كل يوم بتعملوا مشكلات جديدة؟ واضحة للأعمى والمفتح قلة أدبكم. مش محتاجة كلام يعني. مش محتاجة كلام يعني. تجاوز وسفالة ووقاحة ورمي شماريخ وضرب الجمهور في أرض الملعب. وعملتوها قبل كده مع المصريين، وعملتوها قبل كده مع المغاربة، وعملتوها قبل كده مع الأردنيين، وعملتوها قبل كده مع الصوماليين، ومفيش فرقة بتدخل عندكم إلا وبتضربوها. وترجعوا تقولوا يا جماعة هو انتوا ليه بتظلمونا وبتكرهونا ومش عايزين تيجوا عندنا؟ ما هو من المناظر القذرة اللي انتوا بترتكبوها، من أفعال العنف والجخب اللي انتوا بترتكبوها، من المصائب والكوارث والحوارات اللي انتوا بترتكبوها. قلة أدب جمهوركم تجبر أي حد محترم ما يروحلكش. وكلكم بتشوفوا للأسف كلكم بتشوفوا تجاوزات الجمهور الجزائري اللي ملهاش حتى حدود. يا ريته بيغلط وبيبقى ليه حدود فبيرجع وبيهدى وبيعقل. ده بيغلط وبيغلط 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 وعنده استعداد يقعد يغلط إلى ما لا نهاية من الغلط. طب ليه؟ طب ليه؟ طب بماذا استفدت؟ انت كده كده ماتش مش فارق معاك. لو الأمن الجزائري مش عارف يحافظ على سلامة الأرواح ما يجيبش الناس. لو الأمن الجزائري غير قادر على منع التجاوزات وأعمال الشغب والعنف ما تجيبوش الناس. مش تجيبوها تضربوها وتعذبوها وتخانقوا فيها وتطلعوا عين اللي جابوها. غلط وأمر مرفوض على الإطلاق. مش هطول عليك أكتر من كده يا صديقي العزيز. كل التفاصيل اللي معانا والأخبار في الوقت الحالي
أمر مرفوض، ونعتذر للجماهير الأوغندية عما حدث ونتمنى عدم تكراره. اعمل لايك، اشترك في القناة، شارك برأيك في التعليقات، شارك في المهزلة دي في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.